السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ستريبس الدجاج القمر اللي انتوا شايفينه ده، كريسبي واخد لون ذهبي تحفة. وكمان هعمل معاكم كده الرز الريزو برضو القمر ده بقى في حتة تانية خالص من حلاوته كده. بصوا يتاكل حاف. طريقته سهلة جدا وبسيطة وبجد أحلى من أي مطعم هتاكلوه فيه. من النهاردة هتنسوا أكل المطاعم بعد ما تشوفوا الفيديو ده. تعالوا على طول كده ندخل على الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى معايا كده زي ما انتوا شايفين صدرين فرخة، قطعت واحد والتاني هقطعه معاكم. بشيل الجزء اللي تحت في الصدر زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أقطع بقى كده الصدر ده صوابع بالشكل ده. قطعوها بقى كده، ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم لو صدر واحد بس بيكفي معانا 4 افراد، بتقطعي الصدر ده كده على 8 قطع. يعني كل فرد كده بياخد قطعتين، والقطعتين مشبعين جدا. اما بقى لو ما شبعش فيبوس ايديه كده وشه وقفا ويحمد ربنا ان هو لقاها اصلا في الايام البيضة دي. هاخد الفراخ بتاعتنا بقى كده واغسلها غسلة كويسة. انا بنقعها بس حوالي 10 دقايق كده في شوية مية وملح وخل وليمون علشان تطلع اي زفارة فيها. بعد كده باخدها اشطفها لحد ما تبقى فلة كده شمعة منورة. هنعمل بعد كده التتبيلة بتاعتنا. جبت فصين توم كبار مقطعهم قطع صغيرة، معايا كمان معلقة صغيرة كده مليانة من البهارات، ربع معلقة كده من الفلفل الأسود، نص معلقة كده من الشطة وده اختياري، ومعلقة صغيرة مليانة كده من البابريكا، ومعلقة صغيرة كمان من الملح. حطيت بقى كده على التوابل بتاعتنا دي نص كوباية من المية، وهقلبهم زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يختلطوا كويس كده ببعض بالشكل ده. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتنا اللي احنا غسلينها كويس جدا ومصفيينها بالشكل ده كده، هحطها في التتبيلة واقلبها كويس جدا لحد ما تتشرب التتبيلة اللي احنا عاملينها دي. قلبوا بقى كويس جدا كده علشان التتبيلة تبقى مغلفة كل الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هاخدها بقى كده اغطيها وادخلها التلاجة. انا بعملها من بالليل لتاني يوم، لو انتي مستعجلة عليها ممكن تسيبيها حوالي 3 ساعات. كل لما تقعد في التتبيلة اكتر بيبقى طعمها احلى. هاخدها بقى كده وادخلها التلاجة لتاني يوم زي ما قلتلكوا. هنعمل بعد كده مع بعض الرز الريزو. جبت معايا بقى حلة على النار كده فيها شوية زيت، والرز هنا انا بعمله قبل ما اقلي الفراخ خالص علشان الفراخ تتاكل وهي سخنة كده مقرمشة علشان ما تطراش معانا، فلازم الرز يبقى جاهز على طول. حطيت في الحلة دي بقى كده بصلاية مقطعة قطع صغيرة، ومعاها كمان فصين كبار من التوم. هقلبها كده لحد البصلاية دي ما تدبل معايا، انا مش عايزاها تحمر خالص، يا دوبك تدبل بس كده. بعد البصلة ما دبلت معايا جبت 3 كوبايات من الرز غسلاهم كويس ومصفياهم، هنزل بيهم كده على البصلاية. معايا كمان مكعب من مرقة الدجاج، وربع معلقة كده من الكركم، وربع معلقة من الفلفل الأسود، ومعاه كمان نص معلقة صغيرة كده من الملح. ما تكتروش الملح علشان مرقة الدجاج بيكون فيها ملح. هقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هيكون معايا معلقتين كبار كده من الكاتشب، والكاتشب ده انا عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، ادخلوا شوفوه لو انتوا ما شفتوش الفيديو هيعجبكم جدا. نزلت بقى كده على الرز بمعلقتين الكاتشب، ومعايا كمان معلقة كبيرة مليانة كده من العسل الاسود زي ما انتوا كده شايفين. بعد ما حطينا بقى العسل كده هنزل بمعلقة كبيرة كده من الخل. هقلب كل المكونات دي في الرز بقى زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، قلبيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عندي بقى بشوية مية. المية يا دوبك تبقى مغطية معانا الرز كده، متزودوش مية كتير علشان يطلع معاكم فلفل. هزود كده شوية مية كمان علشان الرز يبقى متغطي معايا خالص. هديله بقى كده تقليبة وهغطي عليه واسيبه لحد ما يتشرب المية على نار عالية. بعد ما يتشرب المية كده مش بحط ايدي فيه خالص ولا بقلبه، بغطيه تاني على نار هادية واسيبه حوالي 5 دقايق، علشان بيبقى ساعات فيه جنب كده مستوي عن جنب، فانا مش عايزة اقلب كله في بعضه. بسيبه 5 دقايق على نار هادية. بعد كده برجع اقلبه بقى في بعضه كده. بعد 5 دقايق بقى هرجع اقلب الرز معايا كده. وطبعا النار بتبقى شمعة تحت الرز، هغطيه بقى واسيبه لحد ما يكمل السوا بتاعه. كده بقى الرز بتاعنا جاهز، نقلي الفراخ ويبقى الاكل جاهز على طول. ما ينفعش تعملي الفراخ وترجعي تعملي الرز علشان الفراخ لو قعدت كتير بتطرى. احنا عايزين ناكلها كده تبقى كريسبي كده وبتقرمش معانا. طلعت الفراخ بقى كده من التلاجة، وجبت معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم كده رشة ملح، ومعلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكفر من بره كده، التمويجة اللي فيه كده تبقى نافشة كده وزهرة.
فضيفوا كده بيكنج باودر هيفرق معاكم كتير. هاخد الفراخ كده بعد ما عطيتها كده تقليبة في التتبيلة بتاعتنا، باخدها كده في الدقيق على طول وبقلب من فوق لتحت. اهم حاجة تعملوا نفس اللي انا بعمله ده، من فوق لتحت كده، ما بمسكش الفراخ واحدة بواحدة واضغط عليها ولا اي حاجة. انا بقلبها كده في الدقيق من فوق لتحت. بعد كده بنفض الدقيق اللي عليها، ومعايا مية ساقعة هنا كده، بحط فيها الفراخ يا دوبك بنزلها واشيلها على طول، ما بسيبهاش. بحطها كده واشيلها على طول علشان ما تنزلش التتبيله بتاعتنا في قلب الميه، يا دوبك ببلها كده علشان تعمل معانا كفر حلو كده على الفراخ. هرجع بقى اقلبها في الدقيق برضو من فوق لتحت، ما بضغطش عليها خالص علشان تعمل معانا التمويجه اللي بتبقى في الستريبس من بره دي. بقلب من فوق لتحت كده 5-6 قلبات بالشكل ده. بعد ما قلبت الفراخ كده بالشكل ده، باخد واحدة بواحدة وانفضها خالص من الدقيق الزيادة اللي فيها. هتلاقيها عملت الشكل اللي احنا بنحبه في الستريبس زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكلها. ما ينفعش بقى تحط كل الكمية اللي عندك كده في الدقيق، انا بعمل على قد بس الطاسة ما هتاخد معايا، لان الفراخ لو اتركنت معايا وهي عليها دقيق كده بتلاقيها شربت الدقيق وتلاقيها مندية معاكي. فانا عايزة اللي انا احطها في الدقيق انزل بيها في الزيت على طول، مركنهاش على جنب. فانا عملت نص الكمية على قد بس الطاسة ما هتاخد معايا، والباقي هعمله الدور الجاي. هاخد بس شوية اللي انا عملتهم كده على زيت سخن، لازم بقى يكون الزيت كتير. فانا حطيت كده في حلة صغيرة علشان الزيت بتاعي يبقى ملموم معايا في الطاسة، هتاخد زيت معاكي كتير قوي. واهم حاجة تحطي كده الستريبس متفرد عن بعضه، يعني ما تحطوش كله فوق بعضه كده، كل واحدة تبقى بعيدة عن التانية كده عشان ما يلزقوش في بعض. النار طبعا بتبقى عالية معايا، اول ما بينزلوا على طول كده بتلاقيهم عملوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبهم على النار بقى كده حوالي 6 دقايق، وطول ما الزيت بقى معاكي كتير كده فهم مش محتاجين ان احنا نقلبهم خالص، وكمان مش هيتحرقوا معاكي كلهم، هياخدوا لون موحد كده لان الزيت بتاعنا غزير زي ما انتوا شايفين. لو الزيت بتاعك مش كتير مش هياخدوا اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الزيت بيكون على العين الوسط اللي انتوا شايفينها دي، ما ينفعش اجيب العين الكبيرة خالص واحط عليها علشان ما ياخدوش لون بسرعة وتلاقيه مستواش من جوه. فانا بحط على العين الوسط وبسيب النار زي ما هي، مش بوطي خالص، لو وطيت النار هتلاقيه طري ومش هيطلع معاكي مقرمش كده. خلاص كده بعد 6 دقايق خدوا معانا لون ذهبي قمر كده زي ما انتوا شايفين، بجد تحفة. بطلعهم بقى كده على مصفى واي صينية، ولازم يكونوا متفردين عن بعض، ما ينفعش كده احطهم فوق بعض او حتى اغطيهم علشان يفضلوا كريسبي كده لاطول وقت. خلاص كده خلصت زي ما انتوا شايفين كده، ودي كمان نص الكمية بس مش الكمية كلها. الستريبس طالع معانا قمر كده، لونه ذهبي حلو جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان كريسبي جدا. بجد لازم تجربوه بنفس الطريقة دي، هتعجبكم جدا. وكمان الرز بتاعنا جاهز. عايزة اقول لكم بقى ان الرز ده بقى في حتة تانية خالص، ده تحفة بقى. شايفين بقى طالع معانا مفلفل كده وتحفة، شايفين لونه كمان واخد لون حلو جدا. طعم بقى كده طعامة مش محتاج اصلا انك تاكلي جنبه ستريبس، هو لوحده كده طعمه حلو. خدت بقى قطعة ستريبس زي ما انتوا شايفين كده وقطعتها قطع صغيرة على قد كده ما هتاخدي بالمعلقة، وحطيتها كده على وش الرز بالشكل ده كده. الفراخ بقى من جوه معانا مستوية وتحفة. جبت بقى كده شوية كاتشب وحطيتهم على وش الطبق بالشكل ده كده، بيدي شكل حلو وكمان طعم حلو جدا. في قمر بقى كده، جربوها علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.